أهلا بيكم حلقة جديدة من فهد البطل. بتبدأ الحلقة بمشهد فهد مع أخته راوية وهما بيتكلموا عن إن عمه غلاب مش بيخلف، وإزاي عنده ولد واسمه عمرو وكمان ظابط. فقال لها معرفش بقى، يمكن ربنا رزقه ولا يمكن اتجوز واحدة تانية غير عجيبة مراته وخلف منها الولد ده، ما يعرفوش إن ده أخوهم. وبتسأل راوية أخوها عملت إيه لما شفتهم؟ فقال لها فهد كان نفسي أخد منهم طار أبوكي وأمك، بس رجعت حسبتها وحسيت إن دم غالب مش كفاية، وإن لو عملت كده مش هعرف أخلي توفيق التمساح يحصله، لأن اللي قتل أبوكي وأمك 2 مش 1، توفيق التمساح وغلاب. ولما سألته أخته وعملت إيه لما شفتهم؟ فقال لها في الحقيقة فضلت متسمر مكاني وما قدرتش أعمل أي حاجة. أخوك نخ يا راوية وبقى ضعيف، أول مرة أحس إني بقيت ضعيف وجبان بالشكل ده. فقالت له أخته الحقيقة يا أخويا أبقى من الميت، أنا ماليش غيرك. وهي منهارة وبتعيط وبتقول له اقصر الشر وإحنا ملناش غير بعض، وحضن أخوي بقى مؤثر كده. وهنا بقى كانت الكارثة. فهد بيشم أخته وريحة الخمرة فايحة منها وبيقول لها إيه ريحة الخمرة دي؟ وشكله هيبدأ يكشف اللي أخته مخبية عنه. طبعا راوية ارتبكت جدا وقالت له دي زبونة كانت رشة برفان باين ولا ايه؟ هو يا اخويا ريحته كده وانت بس مش واخد بالك. المهم دخلت عليه وقال لها خلاص خش انت نامي. وبننتقل بالمشهد واسيا بنت التمساح نازلة من سلم فيلة ابوها الفارهة، وابوها بينده عليها وبيعاتبها ايه اللي عملتي ده مع عمرو بن غلاب امبارح في الحفلة؟ قالت له انا مش عايزة حاجة تشغلني عن الكورسات اللي باخدها، وكمان مش عايزاك تغصبني على الجوازة دي، هو انت يعني ناقص فلوس؟ فرد عليها ابوها وقال لها مش مسألة فلوس يا بنتي، انا عايزة أأمن لك حياتك علشان لما أموت تبقي تدعي لي إن جوزت الجوازة زي دي. يا بنتي أنت لسه صغيرة ومش فاهمة حاجة، وبعدين خلاص قضي الأمر، أنا اديت كلمة الغلاب ومش هرجع فيها. ومشيت آسيا وهي زعلانة، وظهرت أمها في المشهد وهي بتهدد جوزها توفيق التمساح، وبيهدد أمها وبيقول لها ورحمة أمي بنتك لو ما سمعتش الكلام هتشوفوا وش مني ما شفتهوش في حياتك. وبينتقل بين المشهد لنادر ابن التمساح قاعد مع فهد وبيسأل فهد يا ابني أنت بتعرف تقرأ وتكتب؟ فهد قال له يا باشا طبعا. نادر اداله شوية ورق يمضي عليهم، بص له فهد كده باستغراب وقال له أوراق دي ايه يا باشا؟ قال له نادر طبعا أنا مسلمك عربية بأكتر من 4 مليون جنيه وشغال معايا وبتستلم فلوس وبتسلم فلوس، يبقى لازم تمضي يا فهد على الورق ده، ولا انت خايف تمضي؟ خلاص يا فهد سيب مفتاح العربية. فهد طبعا قال له لا يا باشا همضي، حقك بردك أنا مأمنك يا باشا. وراح فهد ماضي على الورق. نادر قال له أنا شريك يا فهد، وبعد كده قال له في شغلانة لو عملتها هتتنقل نقلة تانية خالص. فهد قال له معاك يا باشا في أي حاجة. قال له في عربية فيها بضاعة اتسرقت من عربية تخصنا، وبعد كده العربية دي اتقلبت ووقعت برجالتنا. يا فهد أنا عاوزك تعرف لي البضاعة دي راحت فين. فرد عليه فهد بخوف وقلق كده وقال له بس أنا يا باشا صنيع رخام ومعرفش في اللي بتقوله ده، أنا يا دوب أسوق بيك العربية يا باشا وخلاص. أنا بعتذر يا نادر باشا من اللي أنت طالبه مني، ده مش بتاعي، ده ما يخصنيش. رد عليه نادر وقال له خلاص واضح إني كنت غلطان، كنت فاكرك يا طموح وكنت عاوز أرقيك وخليك تبقى في حتة تانية، خليك بقى يا أخويا سواق زي ما أنت. واضح كده إن فهد كانت عينيه في الشغلانة وقال له بشويشة يا باشا، بس رسيني الأول على الرجالة اللي كانوا في العربية. فاستغرب نادر وقال له اشمعنى يعني؟ فقال له فهد رسيني بس وسيب الباقي على الله وعليا، وبسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك بقى من نفسك. وبننتقل بالمشهد لراوية أخت فهد قاعدة في كافيه مع شاب وبيقول لها هقولك على خبر يفرحك، ماما عايزة تتعرف عليك وعلى باباك ومامتك. فارتبكت طبعا راوية جدا، فقال لها ايه مالك شكلك ما فرحتيش؟ فقالت له انت فاجئتني بصراحة، بس قالت له انت لازم تعرف عني كل حاجة. فقال لها مش مهم، يوم ميلادك عندي يوم ما شفتك اول مرة. قال لها انا مخرج اعلانات وانت شدتيني وخلاص. وبدأت راوية تحكي له قصتها هي واخوها انهم اتربوا في ملجأ ايتام، واخوها فهد لسه طالع من الحبس، وان مش ابوها وامها هم اللي مربينها، بس اخوها دلوقتي مش رد سجون ولا حاجة. هنا بقى الزبون طبعا لما سمع الكلام ده اندهش جدا وما صدق تليفونه رن وقام وقال يا فكيك ومشي وسابها. وبينتقل بينا المشهد لكناريا واختها الصغيرة، وكناريا بتوصيها على نفسها وبتقول لها خلي بالك من نفسك. فجأة ظهر فهد وقال لها انت فاضية؟ عايزك معايا نروح بالليل نشتري طقمين. قالت له استناني. قال لها فينا من تغفيل؟ قالت له لا مفيش تغفيل ولا حاجة، أنا هجيلك واستناني. فسابها ومشي. وبينتقل بين المشهد وبنشوف واحد من رجالة شامل واقف معاه وبيقول له إن فهد بيشتغل مع نادر ابن توفيق التمساح. فقال له شامل يعني كده مش هنقدر نيجي ناحيته لأنه خلاص فهد بقى من رجالة توفيق التمساح.
لكن طار أخويا أنا هاخده منه حتى لو واخدين عليه تعهد، وأنا هدخله من ناحية أخت راوية لأنهم اتربوا في ملجأ أيتام، وكل واحد فيهم اسمه مختلف عن التاني لأنهم في الملجأ بيكتبوا أسماء الأبهات مختلفة، يعني هم دلوقتي عايشين مع بعض كأنهم في بيت دعارة. أوبا، شوف بقى تفكير الشيطان. وبينتقل المشهد لراوية وهي قاعدة في الكافيه مستنية حبيبها يجيلها اللي هو المخرج اللي ضحك عليها وقال لها إنه بيحبها، لكن للأسف طبعا ما جاش، والجرسون طردها علشان ما دفعتش الحساب ومشيت وهي منهارة من العياط. وبينتقل المشهد لفهد مع صاحبه ريكو، وبيقول لريكو نادر باشا عايزني في شغلانة وأنا عايزك معايا، وريكو صاحبه بيحذره وبيقول له لا بلاش السكة دي يا فهد، احنا صنايعية وملناش في الكلام ده. وبينتقل المشهد للحاج بكر في المستشفى، والضابط بيسأله لو بيتهم حد انه اتهجم عليه وقتل اخوه، قال له لا يا بيه دول قطاع طرق وانا ماليش عداوة مع حد. طيب يا حاج شفت وش حد فيهم؟ قال له لا يا بيه كانوا كلهم متلتمين وضربوا علينا نار من بعيد وما شفناش حاجة، وفجأة دخل عليهم غلاب المستشفى وقال لهم أنا لسه راجع من مصر وعرفت الخبر يا سعادة البيه وقلت اجي اطمن على بكر، ما احنا عشرة عمري برضه. وعزاه فاخوه قال له البقاء لله، وقال له بتبصلي كده ليه يا بكر؟ انت بتشك فيا ان انا قتلت اخوك ولا ايه؟ علشان العمودية يعني؟ لا تبقى غلطان، انا جيت اعمل الواجب وبس، وبارك انك بخير يا حاج بكر واسيبك ترتاح. وبيتوعد له بكر وبيقول له انه هياخد طار اخوه منه. وبينتقل بين المشهد لفهد وهو بيسأل على عدنان الشامي، وده واحد من رجالة نادر اللي كان مع عربية البضاعة ومات. وجاريكو صاحبه بيقول له يلا بقى نمشي، وفجأة ظهر أخو عدنان وبيقول لفهد أنت بتسأل على أخويا عدنان ليه؟ وفهد قال له مش نتعرف الأول على صاحب الوجهة الجميلة دي؟ قال له أنا سيد أخو عدنان. قال له فهد كان ليا فلوس عند عدنان الله يرحمه، فقال له سيد مفيش الكلام ده، محدش يسأل أخويا في فلوس. فقال له فهد بالراحة علينا يا شبح، أنا لما عرفت إن الراجل قابل وجه كريم سامحته خلاص. فرد عليه سيد وقال له لخص بقى وخد صديقك وامشوا من هنا. فقال له فهد بسم الله ما شاء الله عليك، يعني مطقم كده ولابس الحتة الحمراء مع الجمجمة مع السلسلة ومطقم كده ومش حزين يعني على أخوك والبقاء لله كده. ومشي فهد وسابه. وبنروح للحاجة فايزة قاعدة مع أنور باشا وتوفيق التمساح، والحاجة فايزة بتوجه كلامها لأنور باشا ومش معبرة توفيق التمساح خالص، وبيقول لها ايه ده يا حاجة ده انا شفاف بقى. فقالت له انا ولا كأني شايفاك، تكرم بس علشان أنور باشا. المهم انهم بدأوا يتكلموا في الشغل. وبننتقل المشهد لآسيا وهي رايحة لضياء ابن فايزة قاعد مع أصحابه في الكافيه، وهو بيقول لها حل عني بقى. وآسيا انهارت من العياط وحاولت انها تضربه، وبدأت تهدده انها مش هتسيبه. قال لها الورقتين وتقطعوا يعني ملكيش حاجة عندي، وزقها ومشي. فهي انهارت ومشيت. وفي المشهد اللي بعد كده بيظهر فهد مع أخته راوية وهي منهارة من العياط، وبتحكي له على المقلب اللي عملوا فيها الولد اللي حبته، وبيصبرها طبعا فهد وقال لها أسيبك بقى علشان عندي ميعاد. وفجأة بنشوف أبو كناريا وهو بيحط حاجة زي بنج أو مخدر في طرحة، ودخل على بنته كناريا وهي كانت بتلبس علشان تقابل فهد، وكتم نفسها بالطرحة اللي في إيده، وشمت البنج ووقعت من طولها وشالها وحطها في التروسيكل بتاعه. ومن شاف المنظر ده كله طبعا فهد البطل ومشي وراه بعربيته. وفي آخر مشهد بنشوف كناريا مرمية على الأرض وأبوها للأسف ماسك سكينة وواقف جنبها بيعيط، وفي جماعة بيأمروه وبيقولوا له إن لازم إيديك تتغرق بدم بنتك. وخلصت الحلقة على كده، واستنونا في حلقة جديدة وسلام.